يا مساء الورد على أحلى متابعين في الدنيا. كلها كام يوم وتيجي السنة الجديدة. نأمل من الله إنها تكون سنة سعيدة على الجميع، ما فيهاش حروب، ما فيهاش مشاكل. يجي رمضان ونقول إن ربنا كرمنا بانتصار أهلنا في فلسطين وأهلنا في السودان، آمين يا رب العالمين. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا، هنعمل فيها التورتة الجميلة دي طريقة سهلة لا تتخيلوها، وكمان طعمها حلو قوي. هقول لكم كل التفاصيل وازاي نعمل سبونج ناجح معانا، سبونج بيتي. كل التفاصيل وكل حاجة، سامحوني اذا كان الفيديو هيبقى طويل علشان عايزة اقول لكم كل المعلومات. بتمنى ان كنتوا تكملوا الفيديو الاخر. ولو انتوا اول مرة تشوفوني، انا شريف رورو ودي قناتي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. يلا بينا نشوف حلقة النهاردة، يلا بينا. لعمل الاسبونج هحتاج 6 حبات من البيضات، وعليهم 10 من الليمون، كوب الا ربع من السكر. هي ممكن تحطوا كوباية بس انا اكتفيت بكوباية الا ربع. معلقة صغيرة من الفانيليا، بالنسبة لي الليمون احسن بكتير من الخل. وعندي هنا معلقة كبيرة من المحسن الجل، ولازم يكون المحسن بتاعي سليم وشغال. والنوع اللي انا استخدمته هو الكيس بتاعه اللي هو بونو. هضرب على اول سرعة لحد لما السكر يدوب تماما، وبعد كده هعلي السرعة واحاول اعمل بالمضرب على شكل دواير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دواير قصيرة كأني شغالة بالعجان. هضرب حوالي 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق، لحد لما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط نص كوباية من المية الساقعة، واضرب بالمضرب على سرعة الاولى، مش عايزة اضرب كتير. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الزيت. الزيت هنا اختياري، بس بتدي طراوة حلوة جدا للكيك، وبتخليني مش محتاجة ان انا اسقيه خالص. والزيت طبعا بيكون نوع كويس. عندي بقى هنا البولة دي فيها ربع كيلو من الدقيق. طبعا انا استخدمت دقيق الضحى. شلت معلقة منه وحطيت مكانها معلقة من الكاكاو الاسباني الخام. حطيت 30 جرام من النشا، معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. 30 جرام من النشا، حوالي معلقتين كبار مليانين. بعد كده هبتدي انخل واحدة واحدة تدريجيا، وبالمعلقة السيليكون هبتدي ان انا اقلب، او بالمضرب اليدوي. هنا هوقف ضرب بالمضرب الكهربائي، ودي اكتر طريقة لنجاح الاسبونج، سواء كنت شغالة بعجان او بمضرب عادي. نزول الدقيق مع المكونات كلها مع بعضيها دي ما بتبقاش حلوة. لو انا شغالة بالمضرب اللي هو العادي، المضرب بيتقل معايا، ما بيستحملش الكمية دي في الضرب، فهضطر ان أنا اضرب كويس جدا، فهيكون يكون معايا الدقيق عرق، فهيخلي الكيكة بتاعتي مش طرية ومش هتبقى حلوة. كذلك نفس الحال بالعجان. العجان لو سرعته عالية جدا برضو مش هيبقى حلوة لو كون معايا الدقيق عرق. احسن طريقة لعمل الاسبونج هو ان انا انزل الدقيق اخر حاجة، ويفضل ان انا اقلبه بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او بالمضرب اليدوي. ولو انا عندي عجان، لما باجي بستخدم الاداة اللي انا بستخدمها اللي هي زي بتاعة مضرب البيض، مش الكف. الكف بالنسبة لي مش حلو، مش هيضرب كويس زي مضرب البيض. تابعوا الخطوات زي ما انا بقولها بالظبط، وان شاء الله هينجح معاكم الاسبونج البيتي. ومهم جدا ان يكون المحسن الجل لازم يكون شغال، مش بايظ. كده انا خلاص خلصت كل الكمية بتاعة الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحط الكمية دي في صينية مقاس 30 في 40، مبطناها كويس بورق الزبدة. دهناها بالزيت وحطيت ورق الزبدة عليها، وهنزل عليها خليط الكيك. وتاني حاجة مهمة بعد ضرب السبونج، ان انا اساوي خليط الكيك كويس قوي في الصينية بتاعتي، عشان ما يبقاش فيه حتة فيها كيك كتير وحتة رفيعة، وكله يبقى سوا واحد. هتاخد وقت معايا شوية، مفيش اي مشكلة. لو انتوا مثلا ما عندكوش طولة بال ان كنتوا تسووها كويس او ما بتطلعش مظبوطة معاكم، ممكن تستخدموا اي كيس حلواني وتحطوا فيه خليط الكيك وتنزلوه تدريجيا واحدة واحدة. وزي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، بجيب السكرابر وابتدي ان انا اسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعود الشوي هعمل كده دواير كده علشان اطلع الهواء اللي في الكيكة، وادخلها فرن حامي، الرف الشبكة اللي في النص على 180 درجة. بعد 10 دقايق ببص عليها، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير.
عايزة اقول لكم ان الكيكة هشة وطرية جدا، وده بسبب ان انا ما ضربتش الدقيق في الخلاط الكهربائي. بسيبها بس تبرد 5 دقايق كده، وبعد كده بغطيها، وبعد ما تبرد خالص اقلبها. انا لقيت هنا شوية من الدقيق ما كانش اتقلب كويس، عادي شيلته كده بالراحة، الجزء الابيض ده ما فيش اي مشكلة. بعد ما تبرد انا قلبتها وشلتها من الورق الزبدة، علشان هي كانت طرية جدا، وسبتها بقى تبرد لحد لما عملت الجناش الاقتصادي. عندي هنا حلة على النار، كوب الا ربع من الحليب، ربع كوب كريم شانتيه خام، ربع كوباية من الزيت، وهقلبهم على النار لحد لما يسخنوا. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من النسكافيه، اي محمصة بتحبوها، جبت منها قهوة سريعة للذوبان. حطيت معلقة كبيرة، وبعدين احط 200 جرام من الشوكولاتة بالحليب، واكون مقطعاها مكعبات صغيرة. الشوكولاتة اللي انا استخدمتها هنا هي شوكولاتة اسمها فيينا، طعمها حلو جدا. وبتدوب بصراحة بسرعة قوي. ومهم جدا يكون اللبن عندي سخن قوي. لو حسيتوا ان هي ما دابتش كويس، برفعها على نار هادية خالص. مع التقليب المستمر هي بتدوب في ثواني. وبعد كده هطفي النار، وبعد لما يكون دافي الخليط هصفيه، وبعد كده هسيبها لحد لما تبرد خالص علشان احتاجها في عمل الكريمة. عايزه اقول حاجه بس بالنسبه لورق الزبده اللي هي بتاعه الكيكه، انا مش شلتهاش خالص. هي الفكره ان احنا بنفك الورق الزبده اللي تحت من السويس رول. بس انا بقول لكم لما تبرد خالص اعملوا الخطوه دي، لان هي الكيكه دي هشه جدا. انا طبعا كنت مستعجله وفكيتها على طول، فكانت هتتقطع مني. المهم بعد ما بردت زي ما انتم شايفين، جبت البوله بتاعتي وحاولت ان انا ان انا اقص داير ما يدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكيكه هشه جدا فمش هتستحمل معايا، فانا عايزه الجزء اللي هو الدايره ده يفضل سليم معايا، والباقي ان انا كده كده هقطعه مكعبات. وزي ما هو واضح معاكم، انا هبتدي ان انا اقسم الكيك اللي بقى ده مكعبات، واشيله في طبق لوحده، وهغطي الجزء الكبير اللي انا هستخدمه في الاخر وهركنه على جنب. الكيك ده حلو جدا للطرط او لجاتو، انما ما ينفعش للسويس رول لان هو هش جدا، فلما تيجوا ان كنتوا تلفوه هيتقطع معاكم بمنتهى السهوله. لازم ان انا اقلل مقدار المحسن الجل والبيكنج باودر. هقفل بقى على الكيكه، وممكن ان انا احطها تجمد شويه في التلاجة لحد لما اخلص. بالنسبه للكريمه انا عملتها كتير معاكم، فاختصارا للوقت انا ضربتها المره دي. هجيب البوله اللي انا خدت على مقاسها الكيك، وهدهنها دهنه بسيطه من الزيت، واحط كيس اكياس التلاجة او استريتش راب، اي حاجة بس تكون نضيفة طبعا، وكمان كويسة علشان اقدر اخرجها بمنتهى السهولة. زي ما هو واضح حطيت جزء من الكريمة الاول في ارضية البولة. وعندي طريقة من اتنين، لو انتوا بتحبوا الكريمة كتير، فكل قطعة كيكة هتنزلوها في الكريمة وتغلفوها كويس، وبعد كده تحطوها ترصوها في البولة. او الطريقة التانية، ودي بالنسبة لي الافضل لان انا محبش الكريمة كتير، بحط الكيك وزي ما انتوا شايفين طبقة من الكيك، وبعد كده طبقة من الكريمة. الكريمة بالنسبة لي أنا عملتها وحطيت فيها معلقة كبيرة بس من السكر الناعم، ما بحبش ان انا احط سكر كتير. طيب بالنسبة للحشو، اي حاجة تحبوها حطوها. عايزين تحطوا مكسرات، عايزين تحطوا اناناس، شرائح اناناس، او اللي هو الكمبوت المشكل، اي فاكهة او اي حاجة انتوا حابينها حطوها. انا كنت عاملة مربى كرز، كانت عندي كنت شايلاها في الفريزر، هي دي اللي انا استخدمتها وحطيتها. انا عملت معاكم المربى قبل كده في عمل الايس كريم، هحط لكم الرابط في صندوق الوصف، وهيظهر لكم الفيديو في اخر الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. زي ما انتم شايفين برص الطبقات بالشكل ده، وفي الاخر خالص بختم بالقطعة الكيكة الكبيرة، واضغط بس مش اضغط قوي علشان هي مش مستحملة عشان ما تتقطعش معايا. اقفلها كويس وادخلها الفريزر حوالي ساعتين. لو انا في الصيف يبقى اقل حاجة 6 ساعات. نيجي بقى للكريمة اللي بقت معايا، خدت من الجناش بعد ما بقى بدرجة حرارة الغرفة، وضربته بالكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلشان اعزز اللون حطيت معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو الخام الاسباني، وزودت معلقة كبيرة من السكر الناعم علشان تبقى مسكرة شوية. بس طبعا ما حطيتش سكر كتير لان الجناش الشوكولاتة مسكرة، فمش هحتاج سكر كتير.
وبعد كده دخلت الكريمة تجمد شوية لحد لما جمدت معايا الكيكة، وزي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة عشان انا دهنة البولة زيت خرجت معايا وبالسهولة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا التزيين زي ما انتوا حابين، ممكن تغلفوها كلها بالكريمة وبعد كده تصبوا جناش تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس انا حبيت اعملها دواير دواير. هنا كان في فراغ كده بين الكيك والطبقة اللي تحت، فانا حطيت كريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتديت ان انا امشي عليها داير ما يدور زي ما هو واضح معاكم في الفيديو. اعتقد اسهل من كده تزيين، يعني مفيش اسهل من كده. طبعا تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها، انا حبيت ان انا استخدم الكريز، وطبعا التزيين راجع ليكوا انتوا. طيب لو انا ما عنديش محسن جل هعمل ايه؟ نفس الخطوات هي بس انا هفصل البياض عن الصفار. هحط كل المكونات اخلطها مع الصفار، والبياض هضربه مع السكر وعصرة الليمون، وبعد لما يبقى فوم كبير قوي يبقى زي المارينج، هبتدي ان انا اخلطه تدريجيا مع الخليط بتاعي بتاع الصفار بتاع البيض ده لو انتوا ما عندكوش المحسن الجل. وطبعا هستبدل مكان المية هحط نص كوب من الحليب، والزيت هيبقى نص كوباية من الزيت مش معلقتين كبار. اوكي، خلصنا حالة النهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.